بما اننا بقى في بدايه التحميصه كده، فتعالوا انا معايا اوردر بصراحه جاي لي من سوهاج. الراجل بصراحه سابني اعمل الحاجه براحتي، يعني ولا يعمل لي نص كيلو كده على الرايق. المهم ان هو يكون وشه حلو وقوامه حلو. قمت واخد له 100 جرام من البن الحبشي، هاخد التوليفه دي بن حبشي عشان هو عايزه ريحته حلوه جدا تقلب من الاخر. قال لي انا عايزه تقلب الشقه من الاخر. خدت 100 جرام من الحبشي، قلت له بس انا اظبط لك الوش والقوام ب 25 جرام من الفيتنامي على 25 جرام من الاندونيسي، منهم هيقللوا كوست التكلفه ومنهم هيظبطوا القوام ومش هيبان طعمهم، ما تقلقش. خدت له كمان معاهم 50 جرام من البن الهندي الروبستا، نفس القصه برده، هيقللوا كوست التكلفه وفي نفس الوقت مش هيبان طعمهم ويظبطوا القوام بتاع القهوه. قمت رايح بقى اخوك كولومبي كده ملك الكافيين، قمت واخد له منه 100 جرام كولومبي. انا من الاخر كان لو كنت سالتني قبل ما اعمل التوليفه ديت هتحط حبشي مع الكولومبي كنت اقول لك لا، بس بصراحه طلعت جامده جدا. خدت كده 100 جرام كمان من البرازيلي، ظبطت الكريمه وفي نفس الوقت قللوا نسبه المراره شويه علشان هو ما كانش عايز امر قوي. خدت 100 جرام من البن البرازيلي تحميص اول درجات الفاتح، ونزلت بيهم كده كملنا النص كيلو. هحوجهم ب 20 جرام من الحبهان، وبعدين اكدلهم كده شويه من الورد خفاف جدا. هو كان عايزها تحويجه كامله وانا سالته طبعا على موضوع التحويجه ده، واحده من جوز الطيب عشان ما تزودش المراره. وبعدين هو قال لي انا عايز حاجه برده بتظبط معاه في الجيم والحاجات ديت، فخدت له عودين من القرنفل، وبعدين اخدت له عودين من الجينسنج اديله طاقه وباور علشان لو هينزل الجيم ويعمل تمارينه ويبقى الدنيا معاه تمام. قلت بقى الكلام ده كله في المطحنه، وبصراحه كان ريحته حلوه جدا جدا جدا. وعلشان ما اكدبش عليك بعد ما عملت التيست طلع طعمه عكس ما انا كنت متخيل كمان، لان طبعا القوام حلو قوي، الوش حلو قوي، الطعم كان جامد جدا، وانا كنت متبهدل بعد يوم طويل جدا. فما تنساش الفولو واللايك.